مات من التعب والدراسة. أخيرا تخرجت من جامعتي، بدر قاعد عن باقي المكاتب. يا الله، توجهت لتلفوني. إذا ما كنت شايف الجزء الأول فأنصحك تروح تشوف الجزء الأول عشان تفهم كل حاجة. لايكك واشتراكك خلونا نكمل. وفي هذه اللحظة صرت أسمع الباب ينفتح بقوة، وجت الخادمة كانت تقول لي إيش اللي مزعجك، لكن كنت لحد الحين حاسة بيدي الشخص اللي قاعد يمسكني، وعلى ظني إنه هو ريان نفسه. قلت لها بقرف: وخري هذا الشخص اللي ماسكني. قالت لي: وهذا الشيء اللي صدمني. جت الخادمة وقالت: أي شخص؟ قلت لها: ريان هذا هو ماسكني. مين يعني؟ قالت لي: السيد ريان مو هنا، طلع وكان عنده اجتماع طارئ وقال لي اني اقول لك، لكن انا نسيت، اسفة. ومشت خادمتي وسمعت صوت الباب يتسكر، لكن الى الان احس بشي ماسكني. كانت نبضات قلبي تتسارع وبقوة. وش الشيء اللي كان ماسكني؟ ظليت على هذا الحال لمدة ساعة كاملة تقريبا، وكانت للحين اليد ماسكتني، وكانت كل ما ترتخي ترجع وتشد أكثر وأكثر. سمعت صوت الباب ينفتح، وعلى طول اختفى هذا الشيء الغريب. وهنا قمت بسرعة وتعثرت في الطاولة وطحت، وجاء ريان يساعدني عشان أقوم، وكان واضح علي إني خيفانة. ولما جيت لمكان الصوت أبعد يده عني بقوة وقال لي: تبين شيء؟ قلت لا. قال: أجل الخادمة موجودة. راح ريان وعم الهدوء مرة ثانية، وكان الليلة طويلة ومخيفة ومقلقة وكلها كوابيس وأحلام. فتحت عيني عشان أشوف إذا شيء حولي، وكان كل شيء سواد في سواد. وهذا الشيء اللي يخوفني أكثر، ما فقدت عيوني وبس، إلا فقدت عيوني وعقلي. قمت الصباح وتجهزت لأني بروح مع ريان، واللي كان يبغى يتعاقد مع شركة ريان بعد ما خربت عليهم هذيك المرة، وعلى قولته يبغيني أروح معاه عشان أساعده. ولأني بصراحة سويت ضجة ذيك المرة في قصتي، والكل صار يسمع بقصتي، البنت اللي ضربها وريث الشركة ونعمت. وبعد انتشر خبر اني كنت طليقة ريان، وكما ذكرت لكم من قبل ان شركتهم كانت معروفة، وكثير من الناس كرهوني بسبب اني رجعت لريان. لكن بعض منهم اشفق علي بما اني عمياء، صرت كأني ورقة ربح بالنسبة لريان في هذا التعاقد، وبالأخص إن بدر هو أخو يوسف المتسبب في ضرري. رحنا ووقع كل واحد على عقد الثاني وخلصوا وبدوا يتكلمون، وانا المسكينة بس قاعدة تسمع على كلامهم. إلا شوي يقوم ريان للحمام، وقعدت أنا مع بدر لحالنا. أخذ نفس بدر وقال: يوسف التافه وآخر لحظة في حياته وقبل لا يموت أذى شخص. ضحكت وقلت له: تقول عن أخوك المتوفي زي كذا؟ قال لي: الحين اللي تدافعين عنه شكلك مو مدركة انك انت عمياء، ما تشوفين حتى يدك بسببه. اتنرفزت من طريقة كلامه ووقاحته، وقلت له: خلك مني انا، هذا اخوك المتوفي. اجل ما استغرب ان ابوك محى اسمك من سجل العائلة. وفي هذه اللحظة سمعت صوت ريان هو يصرخ باسمه وقاعد يعتذر لبدر. سكت وكملت يومي، وقبل لا نروح جاني بدر وهمس لي: خسارة عيونك الحلوة، على العموم كانت غلطتك بالأول وفي الآخر. ظليت أفكر طول الطريق إيش اللي كان يقصده ذا بكلام المتخلف، وبالأخير اكتشفت إن كلهم متخلفين. رجعت البيت وكانوا كلهم قاعدين يتغدون. جلست أنا وريان وبدينا إن نتغدى معاهم، وطول ما أنا جالسة مع ريان كان ريان قاعد يتمنن علي وقاعد يسبني. سكت عنه، طلعت إلى غرفتي ومعي مازن ورولا، وقاعدوا يضحكوني ويبسطوني في هذا اليوم الدعيس. بعد ما انتهى هذا اليوم رحت وانسدحت على الكنبة، وكان ريان على السرير. مرت ساعة وماني قادر انام بالمرة، الا فجأة يجي ريان ويكلمني: ابغى اقول لك حاجة، خلنا نطلع. وما رديت عليه باي شيء، وطلعت معاه وهو ماسك بيدي وقاعد يمشي. بعد دقايق لاحظت ان نحن خرجنا برا البيت. قلت له: وين شايني؟ وين بنروح؟ قال هو قاعد ياخذ نفس، ما راح نروح مكان، لكن بنشم شوية هوا. جلس وجلسني بجنبه، وقلت له: وش كنت تبي تقول لي؟ قام وضمني بقوة، وكان جسمه بارد وكأنه ثلج. صرخت وحاولت اني اوخره، لكن قاعد يمسكني ويشدني بقوة ويهمس لي بأذني ويقول: انا جيتك بدال عيونك، انا منك وفيك. وخرت بقوة
وصرت أركض بقوة، لكن تعثرت وطحت كم مرة، وأسمع صوت رجولة يركض وراي. بما أني كنت إنسانة عمياء ما كنت أشوف أي شيء، ضربت برجلي في السياج وطحت، وما عاد قدرت اني اكمل. كنت اسمع صوت رجولة تتقرب مني وانفاسه المزعجة تتقرب مني، لكن خطواته كانت هي اسرع واقرب لي. هذه نهايتي لا محال. صرخت وصرخت وصرخت حتى كانت تنقطع احبالي الصوتية. كنت ضامة رجولي وماسكة راسي. سمعت الصوت من وراي وكان يقول لي ايش قاعدة تسويه هنا؟ رفعت راسي بسرعة وقلت له من انت؟ قال لي ثواني. وش هذا اللي برجلك؟ ويش مطلعك وانت عمياء وبنص الليل؟ بديت اعرفه من صوته. هذا بدر. قام وقاعد يدق على ريان ويقول له اني برا. جاء ريان ومسكني بقوة من ايدي وسحبني وقال لي بعصبية ايش اللي مطلعك في هذا الوقت؟ بكيت وتمسكت به لا شعوريا وقلت له شوف رجولي ايش صار فيها. المهم قال بدر انا جاي باخذ جوال ماجدة، نسيت جوالها عندكم. غريبة، ماجدة اول مرة تجي لعندنا. المهم شالني ريان فوق ظهره ودخلنا البيت وقعدنا في الصالة، وراح وجاب لي مرهم وقاعد يحطه على رجولي وقال لي لحظة، اليوم توي داق على ماجدة وردت علي كيف جوالها هنا؟ تتوقع انه قايل لي شيء ثاني؟ لا يكون ناوي انه يلغي العقد؟ فكرت بكلام ريان، لكن كل اللي طلع معاي في النهاية ان هالانسان حاسة شيء وراه. وكان ثاني حاجة غريبة بالنسبة للعائلة، جاء بدر وابوه ومعاه زوجته ماجدة. طبعا كان الكل مستغرب من بدر، جلسوا يتكلمون الى ما ذلك، وانا كنت كارهته من البداية من يوم ما فتح الباب ودخل البيت. فقمت بروح غرفتي وبطلع على الدرج لحالي، الا شوي الا يجي ويمسكني ويقول لي بطريقة مستفزة زوجة زميلي العمية تطلع الدرج لحالها؟ لا ما يصير، ما تخافي تعوري نفسك مرة ثانية. وخرت عني ومن القهر نزلت ورجعت اجلس معاهم. وشوي ونحن جالسين قام بدر وزوجته وراحوا، وكل العائلة بدت تتفرق وما عاد بقى احد في المجلس الا انا وابو بدر. صار ابو بدر يتعذر مني على اللي سواه يوسف في عيوني والضرر اللي الحق بي، وبعدها صار يقول ان يوسف هذا ولد فاشل من البداية، حياته كلها غلط في غلط. لكن ما كنت اظن انه خبيث لهذه الدرجة، واللي تجبره انه يسوي كل هذه الامور اللي تنقال عنها. والحاجة الصحيحة ان تجيه حالات نفسية احيانا، ولو في شخص حقير في عيالي فهو بدر، وابدا ما ابالغ. كل العالم تعرف حقارة ولدي بدر. حتى لو تبيني اثبت لك السبب اللي خلاني احذفه من سجل العائلة، انه حاول يقتل اخوي يوسف، حاول انه يدهس بالسيارة لكن ما نجحت خطته. لكن فقد يوسف رجله في هذه اللحظة. قلبي عورني على يوسف، صحيح انه هو اللي تسبب فيني، لكن ترى قلبي يسامح وطيب. وبعدها بديت اسأله عن الاسوار اللي انكسرت مني، وقال لي انه ما يعرف ايش قصتها. المهم ما علينا. وبعد وقت وانا بغرفة رولا وضبط لها شعرها وهي تحكي عن يومها، وانا كنت مبسوطة على الاخر واسمع لها سوالفها الحلوة. لكن في لحظة كنت اجهلها، جاني ألم في بطني، وكان الألم فظيع جدا. نقلت إلى المستشفى وكان ريان معاي. جت دكتور وقال للريان مبروك. على وشه مبروك؟ زوجتك حامل. لحظة حامل؟ سكت ريان وما قال لي أي شيء. وإحنا في السيارة راجعين للبيت قال لي بضحكة هذا اللي في بطنك ولد مين؟ اعترفي. قلت له الدكتور غلطان والفحص أصلا كاذب. وقف السيارة وقام ونزلني وقال لي تعرفين ترجعين لبيتك صح؟ ومشي عني وظليت واقفة ومليون فكرة في راسي. حسيت بالوحدة، لكن في نفس الوقت كنت اسمع صدى يتردد على الكلام اللي بقوله الحين، الكلام اللي كان يتردد. مو قلت لك ان انا منك وفيك؟ ومرت الايام وهذا الشخص اللي يسمى بالجني العاشق يلازمني فين ما رحت، وفي كل مرة كان يأذي ولدي مازن، وكل مرة كان يقرب مني ويحكي لي كل شيء يخص يوسف. ريان صار يعتبرني أنا والعدم واحد. من هذيك اللحظة اللي سمع فيها إني أنا حامل، وأنا بالذات في هذه الفترة تعلقت فيه، وفي النهاية هو زوجي. صرت أغلب وقتي بالغرفة ولحالي يتيمة وعمياء أعيش في هذا العالم، وشخص واحد فقط يحبني، وهذا الشخص ما أنا من بني جنسي. ظليت أتألم وأتأذى بسبب هذا الجني العاشق. البشر والجن شيئان لا يجتمعوا، وإن اجتمعوا تعدى الأقل قدرة. في يوم من الأيام وأنا قاعدة بالغرفة كالعادة دخلت علي ماجدة أخت ريان الكبرى، وزي ما
قلت لكم من قبل هذا الإنسان لئيمة. جت وقالت لي لو أنك تشوفين بس كان شفتي كشختي وأنا لابسة أحلى الملابس، لكن تدرين وش السبب؟ في بنت جميلة بمعنى الكلمة وتكون أخت صديقتي، اليوم رايحين أنا وأهلي عشان نخطبها لريان. تألمت بهذه اللحظة، لكن ظليت أقنع نفسي بأنها كذابة. بعد دقائق من خروج ماجدة دخل ريان، والظاهر أنه من صوت رشات العطر انه قاعد يتجهز. استجمعت كل قوتي وقلت له ريان، الكلام ماجدة صحيح؟ ناوي تتزوج علي؟ ضحك وقال من متى اصلا انت زوجتي عشان تقولين كذا؟ زواجنا مسجل على اوراق لا غير. والسبب اللي خلاني ارجعك لهنا، اولا لانك كتيمة وعمياء، وثانيا لان ولدي تكونين انت امه. ومشى وسكر الباب بقوة. هنا انا انهرت وقعدت ابكي من قلبي، يا الله ليش حياتي كذا؟ وهنا سمعت الصوت اللي خوفني بحياتي لأول مرة. أبي أنتقم لك من ريان. انتقمت مرة، والثانية راح تكون أقوى وأسهل. دامنا وصلنا لهذا الجزء، أبي أحكي لكم اللي سمعته من هذا الجني. كما هو يقول إنه كان متلبس بيوسف بأمر من شخص، وكان يأذيه بأمر من هذاك الشخص، وهو السبب بكل أفعال يوسف، وكان يعرف ان الجن هو اللي قاعد يتحكم فيه. فبما ان اقرب شخص له هو السكرتير، فكان يعطيه هذه الاسوارة لاي شخص يكون سكرتيرية عشان لا يتأذى من الجن. كان الجني من اول لحظة شافني فيها عشقني، لكن ما يقدر يتعدى حدوده ويعصي امر الشخص اللي كان ملازم ليوسف. وحتى هو بعد اللي خلى يوسف يتأثر يوم دفني ريان، لكن يوم كسرت الاسوارة اعطيته مجال وامل، فكان يحاول يتخلص من يوسف عشان يتبعني أنا. وكان هذا السبب اللي قتل يوسف عشانه. باللحظة اللي ضربني فيها يوسف براسي كانت من فعل الجني، لأنها كانت اللحظة المناسبة عشان يتقرب مني ويعيش بداخلي. وطول ما هو معاي رح يرجع لي بصري، لكن استكشفت إن نعمة ما أتمنى أبدا أني أشوف بكل وقت وبكل لحظة شخص ما هو من عالمنا. بعد ساعة تقريبا دخلت على رولا وهي تبكي وتقول ان ريان صار عليه حادث، ريان راح يموت. رحنا كنا للمستشفى وبسرعة. كان وقتها ريان في غرفة العمليات. كنت من داخلي اتألم واعتصر واحس انا السبب. انتظرنا لين ما انتهت العملية، والحمد لله كانت ناجحة. ولكن على كلام الطبيب اني بغاله يوم او يومين على بال ما يصحى. رفضت بقوة اني ارجع للبيت وصريت اني ابقى عنده، وكان راح يخفف من احساسي بالذنب في غرفة ريان. وبنص الليل وانا جالسة واحس بجسم كان يلمسني ويقول لي زعلك من زعلي من بين كل الجن. كان الجني العاشق المتناقض الوحيد، يؤذيني وينتقمني، يحبني ويرجع زوج لي. صحيت على صوت ريان وهو قاعد يقول لي ايش تسوين هنا؟ هنا انا قمت وبديت اني صحصح، ومن الفرحة مشيت بسرعة بدون ما اتحسس الاشياء من حولي، وتعثرت وطحت بقوة وكملت الين ما وصلت لسريره، وقلت له الحمد لله انك صحيت. طبعا هو تجاهلني. بعد وقت قصير خرج ريان من المستشفى بحكم انه ما يحب المستشفيات، ورجعنا للبيت وبالغرفة وكان هو على سريره وانا كنت قاعد على الكرسي. وبعد دقايق قال لي اكلتي؟ قلت له باقي لا ما اكلت. قال لي تعالي واقعدي معاي وكلي. تقدمت وبديت اني احاول اكل، وكان شيء صعب على طاولة الاكل. كنت حافظة ترتيب الاكل اللي فيه، لكن هنا ما كنت حافظة اي شيء. ووخر ريان يدي وبدأ انه ياكلني، ولأول مرة احس انه اهتم فيني. وقال هو قاعد ياكلني بغض النظر عن اب الجنين، الجنين ما له ذنب، فاهتمي بنفسك. تبون الصراحة قلبي عورني من كلامه. وخرت يده عني وقلت له شبعت خلاص ما ابي اكل الا دقايق. وبدأ ان شخص يدق الباب. قال ريان ادخل، وقام ودخل. وكان الصوت بدر وهو يتحمد على ريان بالسلامة، وقاعد هم يتكلمون وانا قلت بنزل. وكنت متوجهة للدرج، وجاني بدر وبدأ انه يسأل عن اخباري واحوالي، وانا كنت متجاهلة كليا. كمية الكره لهذا الشخص ما ادري ايش سببها. كملت مشي وهو يمشي معاي، ولكن الطامة الكبرى قال لي كيف حال جنينك؟ توقفت على طول. كيف حال جنينك؟ توقفت هنا على طول وقعدت ساكتة، وقلت له كنت تسمع كلامي انا وريان؟ ضحك
وقال لا للأسف، وأظن أني أنا الوحيد اللي عارف أنك ما خنتي زوجك. قلت له إيش؟ وضح كلامك. تجاهلني ومشى. ظليت أفكر بكلامه هذا الغبي، شكله يعرف الكثير، لكن لحظة الواضح من كلامه أنه يعرف ويش راح يصير لي في النهاية. ركضت بسرعة عشان أبي أكلمه، وسقعت بظهره بقوة وطحت. وقفني كلامه مرة ثانية: انتبهي على طريقك. قلت له: إيش تقصد بكلامك أول؟ ضحك من قلبه وقال: أتوقع أني أعرف إيش اللي راح يصير لك. مشى بدر وخلاني لحالي. إيش هذه الحياة؟ وش هذه الناس؟ مشيت أبي أرجع للغرفة، لكن وقفني ريان وهو قاعد يقول لي: إيش اللي سمعته بينك وبين بدر؟ توترت هنا ومشيت، لكن مسكني ودفني على الجدار بقوة وقال لي: بدر هو أبو الجنين، صح ولا أنا غلطان؟ لا، واللي عجيب في هذا الموضوع أنه صار يدخل البيت لما أنت جيتي. قعدت أهز راسي بمعنى لا. مسكني ونزلني مع الدرج وصرخ: بدر يا كلب. وكانت ماجدة زوجة بدر موجودة، والكل كان هنا موجود. قال بدر بأسلوب مستفز: وش فيك؟ قال ريان بغضب، وكان باين على وجهه: راح تموت على يدي اليوم. وهنا بدوا يتهاوشون ويسبون بعض. الجن العاشق ظهر لي هنا لحظة، وكان يتشمت على حالهم. للأسف الناس تافهة، على قد ما ان الجن ضعفاء إلا أنهم يغلبوهم بأغبى الطرق. في الغرفة وريان قاعد يضم جروحه، ضحكت فجأة لدرجة اني دمعت. سمعت صوت كاسة تنكسر، وهنا قلت له: ما سويت شيء غلط، ودامك ما تدري اللي قاعد يصير معي، أتمنى انك ما تحشر نفسك معي في هذا العالم. قال لي: وشو قاعد تقولين؟ تعالي، وإيش اللي ما راح أعرفه؟ لا يكون يوسف المدير تخلى عن العقد بكبره عشان سكرتيره ما تدخل العقل. صرخ هنا ريان وهو قاعد يقول: وش هذا الأسود؟ أخذني على المستشفى وسويت فحوصات وجد دكتور وقال ريان إن ما فيها أي شيء. قال ريان: وطيب والجنين؟ قال الدكتور: أي جنين؟ ما في جنين. ارتحت نفسيا، الحمد لله لك يا رب. ظل ريان يردد ويسأل الدكتور مليون مرة واحنا راجعين. قعد ريان طول الطريق ينكت ويضحكون وكأنه حاس بالذنب. وكان الوقت ليل، وفجأة وقف ريان السيارة وقال: وش هذا الآدمي قاعد يسوي؟ الساعة 12 في الليل. قاعد ريان انه يستنى هذا الشخص يتحرك من نص الشارع عشان نكمل طريقنا للبيت. طلع ريان من السيارة عشان يروح يكلم هذا الشخص الغريب. استنيته دقيقة وراها دقيقة ودقيقة وراها دقيقة، وبكذا مرت نص ساعة كاملة وانا قاعدة في السيارة لحالي. فين ريان؟ ما ادري. كان الخوف متملكني. بديت اني اتحسس الاشياء اللي في السيارة، وجاء في يدي جوال ريان. مسكته وحاولت لعل وعسى اني اقدر ادق على اي حد. اضغط بيدي على كل جزء من الجوال على امل انه يجي صبعي في مكان مناسب، لكن ما كنت محظوظة لهذا الحد. ظليت اضغط في الجوال، وكل ما الخوف يتملكني. ولكن هنا صارت الطامة الكبرى. كنت اسمع صوت واحد يدق الزقاق حق السيارة. انصدمت هنا، بديت ابكي واضغط بقوة على الجوال وانادي ريان بأعلى صوت. وهنا طاح الجوال من يدي وبديت أصرخ بشكل هيستيري من شدة الخوف. وقتها كنت أسمع صوت الشخص اللي كان يدق وهو يقول: افتح الباب، ايش فيك؟ قلت له بنفسي: ريان، هذا ريان، انت ريان. فتح الباب بسرعة وقال لي هذا الشخص الغريب: ايش تسوين لحالك هنا وفي السيارة وفي نص الليل وبوسط هذا الشارع المظلم؟ للأسف ما كان ريان، عرفته من صوته. قلت له: انا عمياء وزوجي راح من نص ساعة وما ادري وينه. اعطاني جواله وبديت اتصل على ابو ريان ورجعت للبيت. وبدأ ابو ريان يسألني، وبعد كم دقيقة ارسل ابو ريان كم شخص عشان يبحثون عن ريان. قعدت ادعي وانا خايفة لا يكون صار شيء بريان. يا الله يا رب الا هو. وانا جالسة ومتدمرة نفسيا. حسيت بحاجة انها قاعدة تخنقني من رقبتي ويتكرر هذا الشيء، ولكن كان معاه صوت مخيف وهو قاعد يقول: ليه قتلت ولدي؟ رجع يقول هالجملة مرارا وتكرارا ويشد ويخنقني اكثر واكثر. انا قتلت ولدي الجني العاشق، وظل يخنقني طول الليل. وريان ايش صاير عليك؟ تكفى ارجع. صحيت بعد ساعة من الوقت اللي نمت فيه. سألت ابو ريان عن ريان لكن لا خبر. توجهت لولدي مازن وظليت احضنه وابكي. ما بقى لي شيء بهذا الدنيا واللي هو ولد ريان مازن. كنت احس بالجن العاشق وهو حولي ويحوم فوق راسي طول اليوم. نزلت من الدرج وانا اسمع صوت الازعاج تحت. واول ما وصلت للمجلس جاني كف من ماجدة وقالت: اما رجع اخوي والله ما راح تشوفين
سنين الخير. رجعت امشي والدموع بعيني واحاول اني اطلع هذا الدرج، وهنا جاني الجني وقعد يقول لي ما هو بميت، ومسك يدي وحط فيها هذه الورقة. نزلت بسرعة وعطيت الورقة للسايق وقال لي هذا عنوان بالفعل. رحت بدون ما اقول للباقي ومعي خادمتي عشان تقودني. وصلت للعنوان وعلى حسب وصف خادمتي ان هذا المكان كان عبارة عن بحر وامامه كثير من الاكواخ الجميلة. بدوا خادمتي والسايق يدورون على ريان في كل مكان وانا قاعدة انتظر جيتهم مع ريان. ووقتها كنت اسمع لصوت البحر واحرك اعصابي على رمل الشاطئ، وحسيت بجسم يقترب مني وضمني وكان دافئ مرة غير عن الحضن البارد. اسف ما قدرت اتوازن في مشي، بكيت لا اراديا وقلت وين كنت يا ريان وين؟ قال ريان والله ما كنت ادري، اتذكر اني كنت معاك في السيارة والحين فتحت عيوني في هذا المكان. جايوا السايق والخدامة ورحبوا بريان. سكت الكل وبعد ثواني قال ريان بخوف وين مازن؟ ولدي وينه؟ قلت له في البيت. قال لي بخوف اكثر لا تقولينها. ما مداني يتكلم واسأل الا يقوم ويمسكني ويوديني للسيارة ونرجع على البيت بسرعة. واول ما وصلنا صرت اسمع صوت الاسعاف والربشة اللي كانت هناك، ومشت بعدها الاسعاف ولقينا رولا كانت تبكي. قال ريان ايش اللي صاير؟ وين مازن؟ قالت رولا مازن طاح من فوق البيت. طحت على الارض وكأن رجلي انشلت. مسكني ريان وقال لي قومي يلا خلنا نروح المستشفى سريع. رحنا المستشفى وبمجرد ما وصلنا سمعت خبر أسوأ خبر في حياتي. ولدي مات، ولدي مازن مات. ولدي اللي تركته يعيش بدون أم لمدة 4 سنوات مات. ولدي اللي يكون أغلى من عيوني مات. ولدي الوحيد مات. راحت 3 أيام من العزاء وكانت كالجحيم من كثر البكاء. وقتها لو كان عندي بصري لعميت في ذيك اللحظة. 4 يوم من وفاة مازن في الغرفة وبالليل وجنبي ريان يحاول يقنعني اني اكل، وكنت ارفض بشدة عشان وش السبب اعيش وش سبب الكفيفة مثلي تعيش. بعد صمت طويل جدا تذكرت يوم سألني ريان عن مازن في نفس ذاك اليوم واللي مات فيه ريان، وسألت عن ذا الموضوع. قال ريان لما كنت نايم كنت من كابوس لكابوس لحد ما صحيت وقمت بشويش وكنت امسك في الجدران لحتى ما اوصل للباب. سألني ريان وقال لي وين رايحة، لكن تجاهلته وكملت طريقي. طلعت من البيت وقعدت امشي في الحديقة حقة البيت واصرخ بكل ما اعطاني الله من قوة يا حقير ما لقيت غير ولدي، مع انه كان مختفي طول ال3 ايام، الا انه فهمني اني اقصده وجاء وقال لي وهو مستعجل انت وزوجك قتلتوا ولدي وقتلت ولدكم. واختفى صوته والقشعريرة ضربت جسمي كله. قلت له بقهر تعال اقتلني انا واقتل ريان واقتلهم كلهم. ليه ولدي مازن وش ذنبه؟ وطحت وانا منهارة وابكي واسب في هذا الجن. بديت اسمع خطوات تتقرب مني من شخص مجهول. جاء ومسكني وكان ريان وقال لي قومي مع مين تتكلمين انت؟ يكفي يا مريم عيونك لا تفقدي عقلك بعد. وخرت يدي عنه بقوة وقلت له انت المفروض اللي تموت، ليه يموت هو بدالك؟ انت اللي دفيتني، انت اللي تستاهل الموت. ولدي الجني هو الجنين اللي كانت انا احمله بداخلي. يوم انك دفيتني رجعت للغرفة وكنت غارقة في افكاري. نزلنا في المجلس واجتمعنا انا والعائلة وكان واضح ان عقلي شارد ما هو بحولهم. قال لي بدر بنبرة خبيثة وبين الكل واضح ان مريم تعبانة. وقفت هنا من شدة العصبية وقلت له تعال ابغى برا اكلمك. طلعت ورحت المطبخ وتبعني بدر ودخل هو قاعد يقول ايش تبغين؟ قلت له انا عارفة انك انت تعرف عني كل شيء لدرجة انك تقرأ افكاري، ممكن تفسر لي؟ مسكني وقال كل شيء في وقته حلو. لكن هنا انا صريت عليه انه يقول لي، وبدأ انه يقول لي كان الخبيث هذا يروح مع سحرة ولانه حاقد علي وعلى زواجي من ريان بدأ انه يروح عند الساحر عشان يسوي له سحر لعنة، وهذا كان سبب تدمر حياتي. هذه قصتي وحبيت اني اروي لكم اياها بكل تفاصيلها. وفي نهاية هذه القصة أتمنى أن القصة عجبتكم ونالت على رضاكم محبيني وعشاق القصص من قناة إكسدريك على اليوتيوب. حاولت أني أضغط على نفسي هذه المرة وأصور لكم فيديوهات أكثر وأكثر، لأن الفترة الماضية كنت في دراسة، فأنا يعني الحين معاي ويكند أحاول أني أضغط نفسي قدر الإمكان عشان أنزل لكم فيديوهات. تمسك بأذكارك وصلاتك يا غالي، لايكك واشتراكك يا غالي. أترككم في حفظ الرحمن، مع السلامة.